سي حميد. تفضل سيريت، ولكن شي حاجه نعقب معاك حنا كنتفاعلوا. اولا احيي فيك انك وليتي بوليسي اكثر من البوليس. شكرا. اولا هذا شرف لا ادعيه، هذا شرف لا ادعيه. تحيه للبوليس من هذا المنبر. لا كانوا كيضروك حتى البوليس ولا كانوا البوليس عندك معهم مشكل، انا ما عنديش معهم مشكل. باش نكون معاك واضح حميد بارك. لا وليتي تعايرنا بالبوليس دابا، هذه اساءه للبوليس. لا اسحب 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 الاستاذ، هذه اهانه للبوليس ما نقبلهاش ليك، والله ما ندوزها لك. والله ما اعتذرتي لا سحبتي، والله ما اعتذرتي لا بقيتي، والله لا بقيتي واعتذر للبوليس، والله ما نقبلها لك، والله ما عيرتي هذاك البوليس، والله ما نقبلها لك، والله ما نقبلها لك. تسيء البوليس بك الطريقه، والله ما نقبلها لك. مدلس ونصاب غادي يسحب ولا لا زدت معاك بالله العلي، والله الا زدت معاك. مشعوذ نعاونك قدام المغاربه، خوتي المغاربه وليتي اكثر من البوليس، بمعنى البوليس اساءه واهانه. هذه اهانه لجهاز الامن، هذه جهاز الامن اساءه ليه، والله ما نقبلها لك، والله ما سحبتي لا زدتي، حلفتك بالله، والله ما عمرك ديك، والله ما سحبتيها لا زدتي، والله ما ايات الرحمن، والله ما نقبل لك هذه الاساءه، والله لا قبلت لك هذه الاساءه. حنا كنناقشوا معاك رجال، ما درتي حتى قاعده قانونيه، بقيتي على الشعوذه والسبان بحال الحمام، في الاخر ختمتي هذه الختمه تقيس هذاك. علاش غتجبد جهاز الامن البوليس؟ علاش؟ باش تعرف عندك عقده، باش تعرف عندك مشكل، انت عندك مشكل مع المؤسسات، انت ربي فضحك. المدلس علاش تعطي المثال بالبوليس؟ علاش المدلس سيدي قول وليتي بحال البوليساريو؟ قول لا ماشي مدلس، حصلتي المدلس حصلتي ما قلتيش قاعده قانونيه، طلعتي لي كتغمق علينا انت فيك عاصي، بقيتي تمشي ليا الفيزازي شويه، سير ليا الفاطمه نص وحنا صابرين لك. قلتي كتنشوا علينا الكارو، قلنا ما كاين باس. البوليس انا البوليس دابا حنا ولينا كنهضروا بهالطريقه. علاش هادشي بالبوليس؟ علاش حميد عييتي؟ علاش غتسيء البوليس؟ لا جاوبني، علاش داروا لك البوليس؟ علاش جاب البوليس؟ عطيني هذا المثال واسكت. علاش جاب البوليس؟ والله ما اعتذرتي، قول اعتذر وهضر، والله لا هضرتي، والله ما نعتذر، والله لا هضرتي، بقى تغوتها لك. هذه حيدة، والله لا، والله لا هضرتي، قطع اللايف ما تقدرش، والله لا هضرتي يا جبان، والله لا هضرتي، مهزوز والله ما نقبل لك تسيء البوليس، بالله والله ما نقبلها لك. هذه حقيقة. ديك المره ملي كنتي غتطلع لكندا، هذه هي حقيقتك. نتوما الشيء اللي فيك كتلقي على الناس مدلس، كتقول اخويا اي واحد كيعاني من شي حاجه كيبغي يلصق. هذه القاعده كنعرفوها، اللي كذاب تيوصل الناس كذابه، اللي مرتزق تيوصل مرتزق، اللي عنده مشكل مع الملك تيوصل الخوال. والله حتى عندكم مشكل نتوما مع الدوله. انت قلتي غتطلع لكندا، انت على تدوينه قلتي غتطلع لكندا وغتريح الدوله كلها. هذه حق انت ماشي البوليس. والله ما اعتذرتي، والله ما اعتذرتي، لا هضرت، والله لا هضرتي، والله لا خليتك تهضر. واسمع لي، والله ما يسجل التاريخ في هذه المنصه، نسيء المؤسسات الامن، والله ما يسجل عليا التاريخ، بالله تعتذر. ما تقدرش تناقش، ما تقدرش. والله ما اعتذرتي لزتي، والله ما اعتذرتي للبوليس لزتي، بالله العلي العظيم لزتي. انا نقول لك والله ما تدوش دخلتي عاصي، دخل البوليس. علاش؟ انا كنناقشوا القواعد القانونيه، حصلتي ناقشوا القانون. عاصي بوليس مدهوصه، جالس كدير لي السحور في النقاش، اش دار مدهوصه؟ اش دار مدهوصه؟ البوليس عاصي عازف القاعده القانونيه. اش غنسمع؟ ما عطيتك بالقانون، فات القطار، واعتذر للبوليس. اسمع، اعتذر، قول اعتذر للبوليس، والله ما اعتذرتي لا هضرتي، والله حتى غنهبطك، بالله والله حتى غنهبطك، والله هذه راه منصه ديالنا حنا. كاين شروط الحوار، كاين ادب الحوار في العالم. شو جينا تدخل عليا انت دير اللي بغيتي؟ ولا راه كاينه قواعد اخلاقيه. الشريف انا سير، انا راه ماشي منصه ديال سينا وديال الله يهديك الشريف، هذه راه منصه محترمه، حنا بغيناك تنقادوك منك. اسمح لي الله يعاونك. واش تعتذر ولا لا؟ جوج كلمات، تعتذر ولا لا؟ تعتذر ولا لا؟ اختار تفضل براسك. الله يعاونك الله يعاونك، سير يا سيدي، الله يعاونك، الله يعاونك، والله لا زدتي عندي هنايا. سير يا سيدي، سير الله يرحم لك الوالدين. سير يا سيدي، سير. خوتي المغاربه كنعتذروا لكم، حنا عندنا مساله حاسمه. باش يطلع عندك واحد الانسان المنصه ويقول اللي بغى، راه ماشي معقول. قال كنت نشوى بيك، وشوف قال لك انا ملي كنكون جالس كنشعل الكارو كنت نشوى بيك اخلاقيا قدام المغاربه. شوف على اللغه كيفاش داير، ودوزناها له ما كاين باس. قال جالس كيحشي في الهضره المدلس. قلت له شي مدلس؟ واش قلت له شي مرتزق؟ قال لك وفي وجهي وفي قناتي وقدام المغاربه لم ارى وقاحه بحال هذه في حياتي. ناري يا خوتي، حنا فين كابرين يعني؟ الله ما نقدر. والمغاربه واش كنتبعوا حق؟ والمغاربه واش انا شعباوي؟ واش سمعتوا شي كلمه نتوما حكم
وفي وجهكم انتم بوحاطي. عيب عيب، انت بوليسي اكثر من البوليس، ما عندكش بطاقه صحافه، جبت لك قواعد الحجه. كيقول لي الاثبات تيكون في الواقع الايجابيه في القانون، ماشي في الواقع السلبيه. الاثبات يكون في الواقع الايجابي. ما معنى الواقع الايجابيه؟ ملي كنكون انا داير شي حاجه قول لي اثبت، وهذه واقعه سلبيه. شحال نثبت لك؟ واحد قال لك الوزير ما كاين وزير، اذا الرجل ها انتم هذا هو مستواه، لا قواعد قانونيه لا نقاش لا اخلاق وراه هذا هو المشكل في المغرب. وهو تيقول لي يوتيوبر، انا عندي القانون، انا صحافي ببطاقه والقانون معايا، هو ما عندوش بطاقه وتيوصف. مصيبه في المغرب، هذه هي المصيبه. نهار اللي وصلنا لهذه الحاله، اللي ماشي صحافي يهجم على الاخر، اللي ماشي محامي تيوصف له، اللي ماشي مستشار قانوني، راه هكا دخلنا للعبات. ما عندوش بطاقه وكيهضر، يعني ما عنده بطاقه قاعد يشعوذ اخلاق ونقدي. واش عندنا قواعد قانونيه؟ حتى السريان ديالها دابا وعلى المستقبل. القوانين ما عندهاش، ماشي برجعيه القوانين. نبقى نحكم لك انا على القانون كيفاش كان وكانت انا في 2014. دابا علاش ما خديتش البطاقه؟ ما عندكش اجازه، والله لا ديتي البطاقه بالقانون، حيت ما عندكش، والله ما عندك اجازه. وانت دلستي على المغاربه ما بغيتش نعطيها، لا ما عندكش اجازه. اقولها للمغاربه، ها البقالي ها المجلس ها كلشي، والله ما بغاو يعطيونا الواحد بطاقه الى يومنا هذا. انا مشيت 20 مره ولا 6 ولا ما عقلتش شحال تقاتلت معاهم باش خديت البطاقه. كان نقاش وخديت البطائق الصحفيه، والله ما جبتي الاجازه لا ديتي البطاقه اليوم. قانون بطاقه اجازه. وكنحيي المجلس الوطني للصحافه في هذا المستوى، كينقيو القطاع. اسمح لي صافي، بنادم خصو يكون، انت كتلقى بنادم عنده الشهاده ولا ما عندوش، كتلقاه وزير ديال شي قطاع كتسخط وشاد ملفات، واحد كتلقاه ما عرفت ما عنده اجازه لا والو، شاد لك مؤسسه عموميه كتسخط. ما كنقولش بالناس سمعوني اخوتي، مزيان يكون عندك شهاده ومكول. يقول لك شي واحد لا، حتى الشهاده كتجلس مع دول في العالم، تجلس مع وزير مثلا، ما بغيتش نقول بعض الوزارات في المغرب والله ما عندها احتراما، بلا عنده اجازه وتيجلس لك مع الناس جالس عنده 4 دكتورات. اذا هذا المنطق ديال التعيين بناء على الكفاءه ماشي على الولاء. واحد الاستاذه بلا ما نجبد سميتها الله يذكرها بخير، من خير ما انجبت الرحم ديال الجامعه المغربيه، عندها مقالات كتقرف كتناقش في الامم المتحده، مغربيه المغاربه لن اقول اسمها، عندها وعباد الله مقالاتها في الامم المتحده، مقالاتها في اليونسكو كيستشروها العالم، والله لا ترقات فقط لانها ماشي الحاسد الكابا، فقط لانها انسانه نقيه. مقالاتها مغربيه كاينه في اليونسكو في الامم المتحده، كيستشروا مع هذا الناس علاقات مع الناس في اليابان. الذكاء الاصطناعي ما بغيتش نقول شي حوايج، تعرفوا اليابان فين وصلوا؟ اليابان اليوم عندهم العمده روبو، عمده رئيس جماعه. علاش انا نجيب رئيس جماعه شفار؟ شوف الناس اللي وصلت في اليابان الذكاء الاصطناعي، رئيس الجماعه روبو، ما عنده ما يدي منك رشوه ولا والو. حنا هنا كنقتلوا الطاقات وكنقتلوا الناس، ما عندك الشواهد وداخل دوزيم وداخل العالم وتناقش الملفات واسرائيل، وانت ما عندك. والناس موين الدكاتره في المغرب راجع الله وكيتفرجوا. هذا هو جوهر النقاش اليوم. الانسان المناسب في المكان المناسب. تبقى تغمق عليا اغلاق ما واحد تيقول على حركه كتقتل يوميا جرائم صهيونيه وتصرف انت بالحيوانات. حنا المغاربه المسلمين وصلوا بالحيوان، كلنا اسرائيليون في تحدي في بلاد ديال المغرب اللي كيرأس لجنه القدس، ومواقفنا في التاريخ كنا مشرفين واقفين مع فلسطين. وكما قال حسن الثاني دار ضريبه باش ندعموا فلسطين، وصيفطنا الجنود باش ندعموا فلسطين وحرب الجولان. مواقفنا التاريخيه المغرب كان حتى هادو هما اللي دسروا علينا بعض الجيران، هما هادو تولاو يزعموا علينا. المغرب اللي كيضرب له 1000 حساب تاريخيا، وما بالامس ببعيد المواقف والله ما كانت بيضاء، وقلتها وباقي كنقولهم سعد ندي عليها الثمن. كان موقف المملكه المغربيه في 7 اكتوبر موقفا مشرفا، وقلتها علاش الناس خصهم يفهموا التوازنات ونفوذ اسرائيل والصهاينه ومشكل الصحراء اللي واقف لنا هنا. ومع ذلك المغرب قدر يتخذ مواقف، ولكن بعض الناس هادو كلنا اسرائيل تحدي المشاعر له، وتجي اليوم تزيد عليه على الاخلاق والمغاربه ويدلسوا الناس. كلاو العصا هادو العمليه ديال 7 اكتوبر ما قاصتش فقط اسرائيل، قاصت بعض الناس هنا في المغرب. هادو كذلك كانوا من ضحايا 7 اكتوبر ولقاو مصلحتهم. انا ما بغيتش ندخل بعض التفاصيل. كلاو العصا بالعربيه التعربيه، واليوم باغي يخيطوا البكره ديالهم الاعلاميه على ظهري انايا اللي بنيتها بالعصا. تزايد معايا حنايا كاعنا نحترموا. انا كنت نشوي عليك بقارو، هذه المغاربه تليق، هذه المغاربه هذه اخلاقنا. حشومه من الناس كيتفرجوا تقول انا ملي كنت نشوي عليك بقارو. واش عمركم شفتوا اعلامي في العالم قال هذه الجمله؟ هذا شخص في دوزيم في
ها هو هذا هو المشكل في المغرب. انا سيدي والله تعيط لي دوزي ما خدمت فيها، عندك صحاب غير منه. بغيت ما اخرين صحفيين يصححوا المغرب. هذا المنطق ديال القطع مع المنصب بناء على الولاء، قسم المنصب بناء على الكفاءه. تجيب انت وزير ديال التعليم العالي على قدو، كاين اساتذه جامعيين رائعين يستحقوا يكونوا وزير التعليم العالي، كاين اساتذه واعرين يستحقوا وزاره